كان ما يقال عنها أجواء استثنائية كالعادة، أجواء جميلة جدا سواء من جانب جماهير الرجاء الرياضي التي تعد العودة من أجل تقديم أولى الصور التي تليق بقمة هذا الجمهور الكبير الذي يؤكد كالعادة دعمنا مشروط للرجاء الرياضي في كل المواعيد. هي المفاتيح النجاح، مفاتيح التألق لمنذر كبير، الطريق نحو الامجاد، نحو استعاده نغمه الانتصارات ونحو البحث عن القاب تليق بقيمه الرجاء الرياضي تتجسد من خلال هذه المرحله الصعبه التي يعيشها فريق الرجاء الرياضي في ظل تراجع نتائج الفريق الاخضر. هكذا هي أجمل الصور التي قلت تليق بقيمة العالم، الذي يقدم أجمل الصور مع بداية هذا الحوار كرسائل ربما غير مشفرة لكل محب ولكل عاشق للفريق الأخضر من أجل البحث عن الانتصارات، عن المجد، عن الألقاب التي تليق بقيمة العالم. اتحاد طنجة الفريق الذي صحيح هذا الموسم يتعذب، الفريق الذي يأمل أن يستنشد بالمباريات المقبلة، لعل وعسى يبحث عن انتصارات تعيد الأمل والروح لكل الجماهير الطنجاوية. إلى جانب كذلك قلت سفيان، إلى جانب سفيان بجديدة، عبد الصمد بدوي، بوشعيب العراسي، الصور الكبيرة والجميلة تتواصل كما قلت في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس من خلال إبداع فني جميل جدا، هو الثاني تواليا بعد البداية الأولى التي كانت أكثر من رائعة. الصور تسوق للعالم، صور ربما عرفناها حين يتعلق الأمر بمباريات الرجاء الرياضي لمجموعة من الأندية الوطنية. هكذا الجماهير المغربية، جماهير صيتها تجاوز كل الحدود، جماهير معروفة في كل في كل المنصات عبد الله مذكور. التمريره استلام من هذه التحضير، فرصه رجعوا انطلاقه من يسري بوسوق، في الخطوره في الخطوره في الخطوره، ضاعت ولا الفرص الرجاء من جانب حمزه خاب الذي يبحث عن الهدف الذي طال انتظاره بالنسبه لعشاق الرجاء الرياضي من حمزه خابه. اليوم يبحث عن الهدف المنشود، واولى الفرص وجدت الحارس بدر الدين من عاشور. تلعب الركله الركنيه، ضغط رجوي تسدد فوق المرمى، تسدد من طرف من طرف محمد المكعسي، لكن بعيدا عن ذلك سننتظر ردة الفعل من طرف الرجاء واتحاد طنجة. راسية خطيرة، جول في أول هدف رفقة الرجاء الرياضي في الدوري الاحترافي. حمزة خابة يسجل في حدود الدقيقة 28 من خلال كرة ثابتة استثمرت بعدها أفواه دفاعية. خابة يسكنها في شباك بدر الدين من عاشور ليمنح الأفضلية لفائدة الرجاء الرياضي. فرحة كبيرة من جانب الجماهير الرجاء الرياضي بعد الهدف. تابعوا الإعادة، يسري بوسوق في تنفيذ الركلة الركنية، تنفذ مقوس 4 راسية، جول ومن غير المطرقة جمال حركاس. ضاعت عليه الأولى حينما سد الكرة بالراس وكانت المتابعة من حمزة خابة، لكن الثانية سددها بشكل مباشر في اتجاه مرمى الحارس بدر الدين من عاشور ليسجل الهدف الثاني للرجاء الرياضي في مرمى فريق اتحاد طنجة. الخطورة الرجاوية من خلال الكرات الثابتة، زاويتين الأولى كانت بلمسة يسري بوسوق من خلال ركنيتين تمكن من الوصول في مناسبتين لمرمى الحارس بدر الدين من عاشور. هذه خطيرة ضاعت يا حسن يا سرايبي في أول كرة تكتسي طابع الخطورة في آخر أنفاس الجولة الأولى. اتحاد طنجة كان بإمكانه أن يصل للشباك من محمد سبول، ارتقاء بالراس، هدية تقدم بعد ارتباك على مستوى منظومة دفاع الرجاء الرياضي. هنا يوسف بن علي بسرعة من الجهة اليسرى، تلعب عبر من الحكم مع سراق. يريد تفاصيل الجولة الأولى. الرجاء الرياضي متقدم بهدفين دون مقابل، السجل الأول في حدود الدقيقة 28، حمزة خاب في الدقيقة 43
من خلال ركله ركنيه اخرى. إذن دخول القرن 22 زكريا الكياني. زكريا الكياني يدخل في هذه اللحظات، يغادر محمد سبل. دخول كما نتابع في الصورة لعب حمزة الحسني رقم 70، حمزة الحسني بديل الثاني لفريق اتحاد طنجة. إذن تغييرين دفعة واحدة. هنا الكرات خطيرة الابعاد من جانب الحارس بدر الدين من عاشور إلى جانب الكرة، وذلك استشاط غدوة الرجل يطلب من عناصر التقدم في مناطق اتحاد طنجة. تلعب مقوسة، فرصة خطيرة، جول 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 جول. الجول الثالث من حمزة خابة يسجل الثنائية الشخصية لحمزة خابة، والثالث للرجاء الرياضي، وذلك يقضي على أحلام اتحاد طنجة مبكرا في هذا الجولة الثانية في حدود الدقيقة 54. إذن الحكم يؤكد الهدف، 3 أهداف دون مقابل. خروج حمزة خابة مسجل الهدفين. هنا الخط الافتراضي للتسلل، وإلى كرة أمامية من الجهة اليمنى العرضية. سريدا تسديدة، خطيرة من الرجاء، تسديدة قوية والعارضة كلها لمحمد سريدا. الرجاء الرياضي كاد أن يفعل بهدف رابع، بطريقة كلمة يقال عنها طريقة عالمية، طريقة رائعة، بفرصة لو سجل هذا الهدف كان سيكون واحد من أجمل الأهداف التي سجلت في بطولة هذا الموسم. والعالمي يقدم أجمل الصور التي تليق بقيمة الجماهير العالمية. صور استثنائية، صور عالمية، صور على الطريقة الرجوية. يختف من خلال الأضواء من جديد جمهور فريق الرجاء الرياضي. انطلقت المباراة على إيقاع إبداعين جميلين سيتحدث الجميع عنهما خلال هذا الأسبوع، وتجي بعد ذلك الثالثة بهذا الشكل. أترك لكم هذه الأجواء الغنية عن كل تعليق أيها السادة والسيدات. يشعل المركب الرياضي محمد الخامس طقوس خاصة، مباريات الدوري الوطني الاحترافي، هكذا هي الصور. إذن سنواصل أجواء هذه المباراة وبطقوس خاصة. من الجهة اليمنى تصدق خطيرة، خطيرة كانت من جانب عبد الحي فرسي. سجل عبد الحي، سدد عبد الحي فرسي، والتغطية والابعاد من طرف بدر الدين من عاشور. بحث عن تسجيل انتصار الرجاء الرياضي ب3 أهداف دون مقابل. يتمكن من خلال